هاي، أنا غرام، ودي حلقة جديدة من سلسلة حلقات وعي. هنتكلم فيها عن الأدوية النفسية، لأن كتير مرتبطت الأدوية النفسية بالإدمان، وبنشوف ده كل يوم في السوشيال ميديا والأفلام والمسلسلات. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الموضوع بشكل علمي ومبسط، وكمان هنعرض الصورة كلها مش الصورة الوردية بس. أول حاجة، الأدوية النفسية مش حبوب سحرية هتمحلنا مشاكلنا ولا هتحولك لشخص مدمن أو مجنون. الأدوية النفسية بتتعامل مع المواد الكيميائية اللي في الدماغ اللي بتكون مسؤولة عن مزاجك وحالتك النفسية ومشاعرك، وكل دواء فيهم بيشتغل بطريقة مختلفة. لكن أهم حاجة إنه يكون مترشح من دكتور نفسي متخصص بناء على تشخيص دقيق لحالتك والمشكلة اللي بتعاني منها. طيب، مش كل الحالات بتحتاج لأدوية نفسية. في بعض الحالات اللي بيمكن علاجها من خلال التغير الاجتماعي البيئي النفسي، بنلجأ بس للأدوية النفسية في حالة الاضطرابات والاختلالات الكيميائية. طيب، هل الأدوية النفسية ليها آثار جانبية؟ الدواء النفسي زيه زي أي دواء تاني بيكون ليه آثار جانبية، ومش دايما بتكون خطيرة واحدة على كل الناس. ومن الآثار دي صعوبة النوم وكمان جفاف الفم. طيب، ازاي نقدر نتعامل مع المشكلة دي؟ أول حاجة إننا ما نلجأش لأي دواء نفسي بدون استشارة طبيب متخصص. تاني حاجة، المتابعة المستمرة مع الدكتور بتاعك عشان يلاحظ كل الآثار الجانبية ويعرفك ازاي تتعامل معاها وينظم لك الجرعات. تالت حاجة، ما نوقفش الدواء من غير ما نعرف الدكتور عشان يعرفنا ازاي نقدر نوقفه بشكل تدريجي. واهم حاجة، الدكتور يتعامل معاك بكل شفافية، يعرفك كل المكاسب والآثار الجانبية اللي هتعود عليك من استخدام الدواء، وبيكون ليك كامل الحرية في ان انت تختار تكمل العلاج بالدواء ولا من غير الدواء. واخر حاجة، العلاج النفسي مش خطوة سهلة، بيكون محتاج صبر، لكنه يستاهل عشان جودة حياة افضل.